مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين. سنة جديدة داخلة علينا، يا رب تكون سنة كلها خير وسعادة علينا جميعا يا رب. طبعا الأسماك مفيدة ومغذية جدا. هنا الجمبري، يعني أنا شارياه جمبري متنضف وجاهز وكان مجمد، فنقعته في مية وخل وليمون وملح لمدة 10 دقايق، وبعدين شطفتهم. وهنا ضفت بابريكا حلوة وبصل بودر، والبهارات الأساسية عندك في البيت ملح وكمون وفلفل أسمر وكزبرة ناشفة. طبعا الإضافات بسيطة خالص، وعصرة الليمون، وهنسيبهم كده تعملي استرتش عليها وتدخليها التلاجة لمدة ساعة في التلاجة تشرب كده من التتبيلة. هناخدها بقى تاني، ممكن تشوها على طول على الجريل او في الفرن، بس انا حبيت اعمل معاها بطاطس بتكون حلوة كده، الاطفال بيحبوها. وممكن يعني البطاطس تحمروها في الزيت. طبعا هنا انا حبيت اقلبها كده مع التتبيله وتاخد تتشرب طعم الجمبري بالتتبيله بتاعته، وهي كمان يعني تاخد النكهه بتاعه الطعم بتاعته. طبعا انا ضفت معلقتين زيت كبار، وكمان هضيف معلقه خل كبيره. بس كده، وممكن نسيبها كمان ساعة في التتبيلة مع الجمبري. طبعا الجمبري يعني من المأكولات البحرية الجميلة المغذية، وفي نسبة كبيرة يعني من الفيتامينات والكربوهيدرات. وطبعا هو كمان ميزة الجمبري ان هو مفيش فيه يعني سعرات، يعني دهون نسبة كبيرة من الدهون. السعرات الحرارية في الجمبري بتكون يعني قليلة. طبعا الجمبري انا هنا بعد ما سبته في التتبيلة لمدة ساعة، هاخده بقى كده على صينية او على الجريل تبع ما تحبوه، وتدخلوها الفرن او على الجريل كده وتقلبوها على الناحيتين. طبعا قلت لكم السعرات الحرارية اللي موجودة في الجمبري يعني 99 سعر حراري يعني. يعني الجمبري يعني 120 سعر حراري لو كل 100 جرام من الجمبري، وده يدل ان يعني اكل الجمبري حلو قوي للناس اللي هي بتتبع اكل غذائي واكل صحي، وكمان الناس اللي عندهم امراض زي مرضى السكر، فبيكون حلو قوي. هنا الرز الصيادية، طبعا بتبقى بصلة كبيرة بتحمريها، بس تحمريها لحد ما تحس ان هي تتحرق منك. وبعدين تنزلي عليها بمية، اللي هو مقدار المية اللي يعني هتناسب الرز اللي هتطبخيه، وتسيبيها تغلي معاها شوية. كل ما المية تغلي مع البصل هتلاقيها اللون بتاع البصل نزل فيها. ممكن كده زي ما انتوا شايفين تجمعوا اللي هو البصل، يعني او تصفوه لو انتوا حابين. اما انا الصراحة بسيبه، لانه اصلا لما الاكل بيستوي والرز يعني مش بيبان فيه قوي يعني. بعد كده، بعد ما المية يعني بتغلي، بننزل بالرز ومعاه الملح وبس كده. بعدين هي تقليبة واحدة بس، وبتهدوا عليه خالص النار. طبعا يعني بتظبطي مية الرز بأول عقلة، أول عقلة في صباعك بتظبطي بيها كده مية الرز. طبعا أنا حبيت أحمر مجموعة كده من البطاطس لأن هنا أنا سبته في الفرن كتير فنشفت مني. وألف هنا معاكم، أكلة جميلة جدا، جربوها.